السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا ريت تشرفوني باللايك والشير والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. هنبتدي نكمل سلسلة التنظيفات بتاعة العيد، ومعانا الأستاذ محمد. أستاذ محمد هيعمل لي المراوح النهاردة. طبعا اللي متابعني هيعرف ان هو عمل معايا الفيديو اللي فات الشفاط ونضفوا لي كويس. طبعا هو اتفاجئ دلوقتي ان انا بصوره، قصدي يركب لي الشفاط كويس. انا اللي نضفته. ودلوقتي هو بيعمل المراوح. طبعا بننضفها كويس الاول بالميه والصابون، وبعد كده ننضفها بفوطه ناشفه، قصدي فوطه مبلوله ميه نظيفه، وننضفها وننشفها كويس علشان ما تصديش. لو لقيتي ان المروحة ابتدت تعمل صدى، ممكن ترشيها دوكو او تدهنيها لاكيه. بتبقى حلوة جدا. محمد طالع فوق المروحة علشان ينضفها من فوق. ربنا يخلي اولادنا جميعا ويرزق اللي ما عندوش اولاد بالذرية الصالحة، ويجعلهم سند لينا يا رب. القصة دي كان بيعملها باباه، وطبعا هو غضب عليا او خلاص بقى، يعني انتي معاكي محمد ربنا يخليه يا رب. هو اللي يعمل لك بقى دلوقتي كل حاجة. خلاص هو خلص المروحة الاولانية وبيعمل الاباليك الصغيرة اللي جنب المراوح، اللي هي غير النور الابيض، بتبقى بتدي لون كده خافت شوية ولذيذة في وقت الهدوء يعني. بصوا بقى شكله هو بيتخانق دلوقتي، هيتخانق مع الابليك علشان مش راضي ينضف كويس. فاضله شويه وهيقوم يضربه. بصوا المنظر. ربنا يهديهم لما بتطلب معاهم هزار. مش قادره اقول لكم يعني. كده هو بيبص للميه، كان عايز يحدف فيها الفوطه، قلت له هتبهدل الدنيا، فخلاص رجع في كلامه. لو شفتوا كنتوا هتلاقوا ان كرسي الانسه كارما محطوط فوق النيش. طبعا نزلناه وهو بينضف لي فوق النيش كله. وطبعا بنتريق عليه تريقة السنين في الوقت ده. كده انا لسه ما وضبتش النيش من جوه، علشان طبعا مش هينفع انضفه من بره كده ويبقى من جوه مش نظيف. قصدي من جوه نظيف، لازم ننضفه من بره الاول وبعد كده اعمله من جوه. لو تلاحظوا ان دي مفارش رمضان. انا ما عملتش النيش في العيد لاني كنت تعبانه جدا. جالي دور برد محترم، ارقدني الايام اللي قبل العيد على طول، ما قدرتش اعمل حاجه. فاجلته للعيد الكبير. بينظف العمدان او القيم بتاعه النيش كويس. ودي المروحه التانية اللي في اوضتهم. خلاص على فكره محمد نزل الجيم ورجع تاني، فرجع مش قادر ومش طايق نفسه وعايز يترمي على اي سرير. بيقول لي مش قادر يعمل اي حاجه. قلت له معلش خليها عليك، اعمل معايا المراوح بس وخلاص. فعلا هو عملهم وعملهم كويس، ربنا يخليهم يا رب. عايزه اقول لك تعلمي ولادك يعملوا كل حاجه من صغرهم. ما تقوليش لا لما يكبر، ما تقوليش لا ده مثلا ولد ما يعملش، لا خليهم يعملوا معاكي كل حاجة. كده هو هيعمل الدولاب بتاعهم من فوق. بننضف اللي هي الفرنشة اللي فوق دي كويس. في العيد ايه؟ لا خلاص. بينضف الكور اللي على الدولاب، بينضف كل الخشب بتاعه.
اللي فوق، وانا بعمل الجزء اللي تحت. برضو هبقى اوريكم توضيب الدولاب من جوه، لان شكله من جوه صعب. هنا برضو هو بيتحرج لما بصوره. كده المروحة الاخيرة اللي في الاوضة اللي فيها الركنة والشاشة والقعدة يعني، هيعملها برضو كويس وينظفها. وبكده نبقى بنشكر استاذ محمد على مجهوده الرائع 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 معانا، ونتمنى له مجهود اخر، لان لسه ليه معانا بقية، ولسه ليه معانا شغل تاني. اروح انا بقى اعمل النيش وارجع نشوف هنعمل ايه. كده انا فضيت اول ضرفة من النيش. زي ما شفتوا انا النيش بتاعي 3 ضرف. الضرفتين اللي على الجناب الكوبايات والكاسات واطباق الصغيرة ديت وحاجات كتير الرفايع، والضرفة اللي في النص طقم الصيني كله فيها. بصوا بقى الكوبايات الشربات دي، طبعا امهاتنا واجدادنا هيعرفوا انها من قديم الازل. وطقم روميو وجولييت فايض منه كوبايتين، قصدي فنجانين قهوة. كان لحد فترة قريبة موجود فنجان الشاي، لحد سنة او حاجة او سنة كان موجود فناجيل شاي، وكنت بشرب فيها انا القهوة بتاعتي. دي بونبونيرة برضو. كل الحاجات دي بتاعت مامتي الله يرحمها. يا ريت نترحم على امواتنا واموات المسلمين ونقرا لهم الفاتحة، ربنا يرحمهم يا رب برحمته الواسعة. ده طقم الشربات بتاعي. تقريبا جاي من وانا في ابتدائي، والله العظيم الطقم ده موجود من وانا في ابتدائي بالظبط. دي بقى حاجة مامتي الله يرحمها. دول كانوا طقمين شربات، فاض من الطقم ده كوباية ومن الطقم التاني كوباية. عارفين الكوبايات الخفيفة جدا جدا جدا، ماركتها حلوة جدا جدا. وده كان طقم الكاسات. واحنا بنات كنا بنتخانق عليه انا واختي، كنا على طول بنشرب فيه كل حاجة. وحاليا ولادي برضو كانوا بيحبوا يشربوا فيه، والى ان جه استاذ برعي كسر اخر واحدة. كانوا اخر 2. استاذ برعي كسر واحدة وفاضل واحدة. دول الحاجات بتاعت مامتي الله يرحمها. كارما قاعدة هتنام جنبي. كده انا رصيت النيش، واللي بيصور مروان. كارما بتقول لكم عاملين ايه؟ لو تاخدوا بالكم من الجزء الفاضي اللي فوق ده، كان الفانوس عاملاه من 2 سنين. عاملين ايه؟ كويسين الحمد لله. وفي حاجات انا من اللي انا عاملاهم بحب احطها في النيش، بتدي شكل حلو. هنا بقى هندخل على تنظيف الحفاظات. كده انا هنقع حفظتين. الاول بمسحوق وكلور، ده اول مرة، وبعد كده هشطفها وانقعها تاني بكلور بس، قصدي مسحوق بس، عشان تبقى ريحتها حلوة وتتنضف كويس. الحفاظات دي تقريبا كل اسبوعين بتتغسل، يعني لو قعدت للشهر تبقى كتير قوي عليها يعني. انا طول الصيف بفرش حفاظات، ما بفرش سجاد. في العيد الصغير غسلت السجاد وشيلته، ما بفرشوش في الصيف خالص. كده محمد بينشر لي، احنا كده بقينا بالليل اهو. محمد بينشر لي الحفاظات. بننشرهم دلوقتي وفي دلوقتي حافظة منقوعة وبتتغسل. يا رب يكون روتين النهاردة عجبكم. كل سنة وانتم طيبين. اتشجعوا، قوموا يلا كده بسرعة بسرعة اعملوا حاجتكم.